سؤال لأهل السنة ولكل مسلم، هل يرضى في هذا الكلام؟ أولا خلينا نعرف، هل كل ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح؟ نعم، كل ما في البخاري صحيح، كل ما في مسلم صحيح. إذن فلنسمع لهذه الرواية لعائشة تقول: كانت إحداؤنا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يباشرها، هم ما يقولون وآله، أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وآله يملك إربة. شنو الإربة؟ يعني إيه؟ يعني احنا خلينا نحكيها بعد، هو القضيب يعني من كان منزل كان هيك بي، لا نحكي بالعامية بعد. من الراوي عائشة المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم 302. اسمع: وتقول عائشة: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أو فيباشرني وأنا حائض. والله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني ما أعرف، هل النبي لم يقرأ القرآن أم يعارض حكم الله أم شهوته تنغلب عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني القرآن يقول لا تتقرب وهي تقول يباشرني، المباشرة كيف تكون؟ المهم، قبل فترة تذكرون هذا اللي حرق القرآن؟ تدرون انتم ليش حرقه لو لا؟ شوية الأساس اللي دفع على هذا الشيء شنو هو؟ خلت اترككم ويا هذا المقطع ويا ريته شوية ينتشر حتى يشوفون. سمعوا ليش حرق القرآن. قرأت تفاسير صحيح البخاري، قرأت القبري، قرأت هذا الكتاب الإرهابي، صدقوني هذا ما يصلح مع هذا الزمن. انتهى. هذا كان من 1400. محمد اغتصب عائشة في عمر 6 سنوات، هل هذا نبي؟ محمد نكح عائشة بعمر 6 سنوات، هل هذا نبي؟ تكبير! الله أكبر!